قاعدة لا بيا ولا عليا، انا وبناتي بنعمل تجهيزات لرمضان بقى، كل سنة وانتم طيبين. قلنا نخلص بقى علشان نعلق زينة رمضان. لقيت التليفون بتاعي بيرن، لقيت جوزي بيقول لي انت ما بتردش عليا ليه؟ رنيت عليكي كذا مرة. في ضيوف جايه لنا دلوقتي، جايين من الصعيد وفي مصر هنا، وقالوا احنا هنحود نتغدى عندك. قلت له ايه؟ طب الدنيا مقلوبة عندي، ده الشقة مقلوبة وبعمل تجهيزات لرمضان. قال لي انت هتندبي لي ولا ايه وانا اعمل لك ايه؟ قومي يلا بسرعة كده، في خلال نص ساعة تكون الشقة على سنجة 10 ويكون الغدا جاهز. واعملي حسابك ان هما كمان عايزين ياكلوا فطير من ايدك، علشان عارفين ان انت بتعملي فطير حلو، فطير المنوفيه بقى. قلت له يا نهار ابيض، كمان فطير؟ ده انت بتهزر بقى انت وهما. قال عايزين ياكلوا فطير. قال اعمل ايه انا في السنه البيضه دي؟ ومين قال لهم ان انا بعمل فطير حلو اصلا؟ المهم رحت متصله بقى بالست بتاعت الزبده علشان اطلب زبده فلاحي. قالت لي والله خلصت ما عنديش زبده. قلت يا نهار اسود، ده سنه بيضه، ده الفطير لازم زبده بلدي، هعمل ايه؟ المهم ان انا جبت رقم واحده بتجيب زبده اللي هي البديل بتاع النيوزيلندي، بس بتجيبها بتوصلها يعني اونلاين. قلت اما اطلبها بقى اجرب منها وامري الى الله. انا الفطير المشلتت لازما اعمله بزبده بلدي وقشطه. طبعا فطير المنوفيه بص بقى غني عن التعريف، وبصراحة كله عارف ان انا استاذة فطير. على ما روقنا الشقة كده انا والبنات ولمينا الدنيا وجهزت الدقيق، كانت الزبدة بصراحة جات لي من الست دي. يعني بصراحة اول ما طلبت الاوردر قالت لي عينيا، مسافة الطريق هتكون عندك. انا جبت بقى، قلت اعمل الفطير وكمان قلت اجربها، لو لقيتها حلوة هجيب منها بقى للبسكوت والبيتيفور والحاجات دي. تمام. انا هعمل 2 كيلو دقيق، هحط ليهم لتر مية، عليهم معلقتين من الملح، ومعلقة مليانة من السكر. ودي طبعا معادلة بتظبط الطعم جدا. وقلبيه كويس قوي ودوقي المية، يعني المية لا تبقى حادقة ولا تبقى دلع. وهنحط المية، يعني 2 كيلو دقيق بياخدوا لتر مية. طبعا لو الدقيق العرق بتاعه او ماده الجلوتين اللي فيه عاليه هيحتاج منك شويه ميه تاني. المهم ان الفطير لازم يتخدم كويس يا بنات، يعني لازم تعجنيه كويس قوي قوي، مش بس ان انت تعجنيه والعجينه تلم وخلاص، لا 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 لا. لازم بقى، بصوا يعني انا ما قدرتش اعجن على الرخامه، فنزلت على الارض وقعدت اعجن فيه جامد بايديا، ولدت فيه وبل ايدي علشان ايدي ما تلزقش، واعجن واقلب لحد ما العجينه بتاعتي بقت تمط زي الاستك، وكمان ناعمه خالص ما يبقاش فيها اي تخريزه نهائي. بعد كده بقى انا قطعت الفطير بتاعي زي ما انتم شايفين. ال2 كيلو دقيق لما عجنتهم قطعتهم على 5، عملتهم 5 فطيرات. تمام. هاخد بقى قالب من الزبده دي، قالب زبده، هحط عليه شويه زيت، اهم حاجه الزيت ما يكونش ليه ريحه خالص. وهقلبه كويس جدا، هفضل ادعك فيه بايدي لحد ما يبقى سايل كده معايا، يعني تبقى السمنه طريه. هركنه بقى على جنب. وبعد كده هاخد اول واحده عملتها قرصتها، وطبعا بكون فرد يعني حاطه زيت كده على الرخامه او في صينيه وبحط عليها، يعني بقطع على زيت. تمام. في ناس بتحط دقيق بس انا بحب اقطع على زيت. هنفرد بقى زي ما انتم شايفين كده، يعني بنبدأ بأول واحدة عشان تكون ارتاحت. لازم نسيب العجينة بتاعتنا ترتاح. بعد ما بنعجنها بنسيبها حوالي ربع ساعة أو نص ساعة في الشتاء، وبنقطعها ونسيبها تاني ترتاح حوالي نص ساعة. وبعد كده نفردها زي ما انتم شايفين كده. العجينة معانا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ناجحة. وبصوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم، كل حاجة واضحة في الفيديو. بنتني الطرف من ناحية دي ومن الناحية التانية، وبين كل طرف بنتنيه بندهن سمنة. وبعد كده بنتني من الجنب الشمال والجنب اليمين، يعني بنجيب اللي تحت واللي فوق في النص، وبعد كده بقى من الشمال واليمين، وبين كل يعني تانية بنتنيها بنحط سمنة. تمام. زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجة بقى بنعملها، بناخد دي كده الاطراف كلها بنلمها على بعض، ونعمل يعني نخليها ايه، بنقفلها على بعض كده ايه من تحت. انا هحط في الصينيه على طول، دهنتها سمنه وحطيت فيها الفطيره. طبعا مش هبططها دلوقتي، لازم ترتاح تاني. بص اللهم بارك اللهم بارك، الفطير شايفين العجينه بتاعته عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم يا بنات، انا يعني الحمد لله والشكر لله مشهوره بالفطير المشلتت، وكله بياخد مني فطير وبص وهو مغمض. يعني اي حد عايز مني اوردر فطير، سواء لعروسه او لاي حد يعني بعمله له، بيقول لي انت فعلا استاذه فطير. المهم ان انا عملت كام فطيره معاكم دلوقتي، دي تاني واحده هي. عملت 3 فطيرات اهم،
وفاضل 2 بقى هعملهم برضو بنفس الطريقه، بس هركنهم على جنب لحد ما الصواني ديت اسوي وحاجه تفضى ابقى اعمل فيهم. انا مسخنه الفرن قبل ما احط الفطير فيه، لازم الفرن يسخن قوي. وزي ما انتم شايفين الشوايه من فوق بتبقى مش عاليه، النار من تحت بتبقى فوق المتوسطه. وبنسوي الفطير بتاعنا، بنحول بطرف سكينه كده نبص على اللون بتاعه من تحت، لو لقينا اللون بتاعه لونه ذهبي وحلو يبقى كده تمام. حسيت ان الارضيه بتاعه الفطير بيضه بتعلي شويه، حسيت ان هو يعني النار عاليه قوي وطي شويه، يعني اظبطي النار، لا تبقى عاليه قوي الفطير يتشعف منك، ولا تبقى هاديه قوي الفطير يقزز منك ويبقى مجلد وناشف. يعني لازم النار فوق المتوسطه على طول. زي ما انتم شايفين كده بيطلع زي الفل، واول ما بنطلعه بنغطيه بكيس بلاستيك كده او باي بتقلبي عليه صينيه علشان يطرى وبيبقى حلو. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم يا بنات الزبده دي حلوه قوي وسعرها جميل، سعر الكيلو 160 جنيه، وهيبقى فيه عرض خاص لكل متابعيني. لو انتي طلبتي كميه كبيره فهيروح لك الشحن مجانا لكل متابعيني فقط. عايزه اقول لكم ان هي مش بطاله، يعني هي تحت من النيوزيلندي وتحت من البلدي عشان نبقى في مصداقيه، بس هي حلوه على قد سعرها. وعايزه اقول لكم ان كل الافران بتستخدمها.